بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قراءة متن كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. فيه مسائل: الأولى: الحكمة من خلق الجن والإنس. الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة: أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة: أن دين الأنبياء واحد. السابعة: المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة: عظم شأن 3 الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها 10 مسائل. أولها: النهي عن الشرك. العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه وتعالى على عظم هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق 10. بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. 13 معرفة حق الله علينا. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 19 قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 22 جواز الإرداف على الدابة. 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. 24 عظم شأن هذه المسألة. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، العاشرة النص على أن الأرضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارا، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبديه ورسوليه، الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله، السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل، التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، العشرون معرفة ذكر الوجه. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بالعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم علم من أعلام النبوة، العشرون فضيلة عكاشة رضي الله عنه، الحادية والعشرون استعمال المعاريض، الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة، السابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة،
عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. فيه مسائل: الأولى: الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. الثانية: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة: أن البصيرة من الفرائض. الرابعة: من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة. الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة: كون التوحيد أول واجب. الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة: أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة: قوله لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة. 20: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. 21: فضيلة علي رضي الله عنه. 22: فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. 23: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. 24: الأدب في قوله على رسلك. 25: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 26: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 27: الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. 28: المعرفة بحق الله في الإسلام. 29: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 30: الحلف على الفتيا.
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين لهم أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجل بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. 11 الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة، سنن أو سنن. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك. الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقوله فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب4 كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنه من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير،
السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. العاشرة لا نذر في المعصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير وأنه كان رجال من الإنس، الآية. الثانية كونه من الشرك. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو،
وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين. الثانية قصة أحد. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. الرابعة أن المدعو عليهم كفار. الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، ومنها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله
أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا. 8 القنوت في النوازل. 9 تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. 10 لعنه المعين في القنوت. 11 قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين. 12 جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. 13 قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. 11 ذكر استراق الشياطين. 12 صفة ركوب بعضهم بعضا. 13 سبب إرسال الشهب. 14 أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. 15 كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. 16 كونه يكذب معها 100 كذبة. 17
أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. 18 قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون ب100 كذبة. 19 كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. 20 إثبات الصفات خلافا للمعطلة. 21 التصريح بأن تلك الرجفة والغش خوفا من الله تعالى. 22 أنهم يخرون لله سجدا. باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع، السادسة من أسعد الناس بها، السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، الثامنة بيان حقيقتها. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله: إنك لا تهدي من أحببت. الآية. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. الآية.
الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. 11 الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها نفعته. 12 التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها 3. فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. 11 مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. 12 معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. 13 معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 14 وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام
وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. 15 التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 16 ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. 17 البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 18 نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. 19 التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. 20 أن سبب فقد العلم موت العلماء.